يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي قوي، انا غبت عليكم كتير. الفترة اللي فاتت كنا بس في اجازة، وبصراحة ما كنتش قادرة خالص ان انا اسجل اي حاجة. ادعولي كده بصلاح الحال. قلت بقى انزل لكم النهاردة بصينية فراخ بالبطاطس خفيفة قوي. بصوا سهلة جدا، نقول اللي اول مرة يشوفني. انا اسمي منى ودي قناتي، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة. نبتدي كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اي كمية فراخ انت هتستعمليها. انا استعملت بصلتين مع تقريبا كده كانوا فرخة ونص. ونزلت عليهم بتلات اربع فصوص من التوم، وكوبايه من الزبادي. الزبادي بقى يا جماعه ده براحتك، عايزه تضيفيه تمام، مش عايزه خلاص ممكن لو في لبن لو في رايب تمام. ده او ده هيبقى حلو قوي. الالبان عموما بتفتت الانسجه وبتخلي الفراخ طريه وحلوه قوي. نزلت عليهم بمعلقه من الفلفل الاسود وبهارات الفراخ، الملح. بس انا ما نزلتش باي توابل تانية خالص على الفراخ. انا كفايه عليها قوي اللي هي توابل الفراخ طبعا. بتبقى كذا صنف من البهارات، فدي حلوه قوي كده معايا. البهارات لما بتبقى كتير بتبقى قويه قوي ومش بتحس بطعم الاكل. خدوا بالكم من النقطة دي لما تكونوا بتعملوا أي تتبيلات. بقلبها بقى كده، وبمسك الفراخ أحشيها وتحت الجلد واظبطها كده وامسجها في صينيه. نزلت ببطاطس متقطعه خرط زي ما انتم شايفين، تخينه شويه عشان ما تتفتفتش مني في الصينيه وتبقى طالعه الخرطه بخرطتها كده، وما تدوبش، لان طبعا الفراخ بتاخد شويه سوا، ممكن البطاطس تستوي قبلها. فانا بقطعها تخينه شويه. وهنزل عليهم ببصل كده متقطع حلقات، او جوليان كده، زي ما اي تقطيعه متخرط براحتك. وكام فص توم وكام شريحة من الطماطم. انا مش هنزل عليهم طماطم معصورة، انا عايزة الصينية تبقى خفيفة، احنا في الحر مش متحملين اي حاجة مصلصة. خلاص. نزلت عليهم بقى كده بمعلقة بسيطة من الملح، خدي بالك لان احنا متبلين الفراخ، وكل الصوص بتاعها هينزل على البطاطس عشان ما تبقاش حادقة منك. ومعلقة من الشطة بسيطة كده، والكمون والكزبر. طبعا برضو الفلفل الاسود في الفراخ، فكله هينسجم مع بعضه في الصينية. خلاص. ومعلقتين تلاتة بقى كده زيت فوق الفراخ اللي انا رصيتها زي ما انتوا شايفين. طبعا الجوانح والكبدة والحاجات دي في صينية تانية صغيرة شوية. هعملها بنفس الطريقة بالظبط. واللي انا ضفته بقى بيخلي البطاطس طعمها رهيب يا جماعة مع الفراخ. فصين من الحبهان بتفتحيهم فتحة صغيرة كده وتحطيهم في، يعني على طرف الصينية. خلاص. احنا عايزين بس النكهة بتاعتهم. ادي الصينية التانية يا جماعة اللي فيها الكبد والقوانص والجوانح. كل ده هرفعه على النار. اول ما الاقي خلاص الفراخ بتاعتي تمام واستوت، حابه انت تدخليها في الفرن بصراحه. احنا بس الحر مش مخلينا متحملين ان احنا حتى نشغل الفرن. تمام. فانا رفعتهم شويه كده على النار، وهي بتنزل الصوص بتاعها والميه بتاعتها وبتسوي نفسها. ولو حسيت ان هي هتنشف منك زودي ربع كوبايه من الميه السخنه. الرز طبعا انا غسلته. احنا متفقين ان ميه الرز فوق مستوى الرز بعقلة صباع بيطلع معاكي زي الفل. ده رز مصري يا جماعه. خلاص انا رفعته على النار وتشرب ويستوى بقى تمام خالص. طبعا ده لازم يتقدح عليه بسمنه بلدي. انا حطيت كده معلقتين سمنه بلدي في المقلايه ورفعتهم على النار. كانت الفراخ بتاعتي خلاص استوت. رحت ضربت طماطميه كده في الخلاط ونزلت بالمعلقه زي ما انتم شايفين عشان لما ادخلها الفرن لون الفراخ يبقى احمر كده. وفي نقطة عايزة اقول لكم عليها، لما تيجوا تدخلوها تتشوي بقى كده تاخد لون تحت الشواية، ما تخلوهاش قريبة من الشواية قوي. يعني خلوها في تاني رف كده من تحت، علشان ما تشعوطش منك وتاخد اللون يبقى حلو كده وتبقى واخدة قرمشة من بره، حلوة ما تبقاش متشعوطة. كان خلاص السمنه اتقدحت، نزلت بقى على الرز كده وقلبته. كده خلاص على فكره يا جماعه احنا كده خلصنا الاكله. شوفوا هو الصيف كده مش عايز واقفه في المطبخ كتير ومش عايز هري كتير. آه طالعه ريحتها رهيبه رهيبه، والبطاطس ما شاء الله كل قطعه بطاطس زي ما انتوا شايفين كده طالعه بوحدتها، مش سايحه ولا تاهت كده في الصينيه ولا اي حاجه. ندوق بقى مع بعضنا كده. طبعا انا والله لو الريحه بس انا نفسي تشموا ريحتها. طبعا البطاطس بقى واخده من صوص الفراخ.
انتوا عارفين ان صينيه البطاطس بالفراخ اللي بتبقى بالصلصه والحمرة دي، يعني ايه، انا بشوف ان الحاجات دي في الحر بتبقى صعبه قوي وتقيله. احنا في الحر عايزين ناكل حاجه ما تحررناش اكتر ما احنا حرانين. فصينيه الفراخ دي سهله وسريعه ومش هتقفي كتير في المطبخ، ومناسبه قوي للستات اللي بتشتغل. هتيجي تعملي البطاطس والفراخ تحطيها على النار وتطلع قشطه، مش هتعملي 100 حله ولا خضار تاني ولا اي حاجه. البطاطس حلوه قوي دايبه وفي نفس الوقت طالعه ماسكه نفسها. الطعم يا جماعه حكايه حكايه، مش انا مش عايزه ابالغ، والله طعمها تحفه. كل حاجه منسجمه مع بعضها، طالعه خطيره وتجنن. الفراخ دايبه جدا زي ما انتوا شايفين، ولونها فاتح خالص، يعني خدت حقها وطالعه تجنن. طعمها بيطبطب على القلب جدا. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. اتمنى من كل قلبي ان تكون الوصفه عجبتكم، واتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديو جديد انا بقدمه. كنت معاكم انا منى غيث، اشوفكم على خير، باي باي.